السودانيين يشتم مصر ويشتم السيسي. حجم الحقد لدى الإخوان المسلمين على الأمة العربية والإسلامية لا يوصف، وحجم الحقد على مصر ورئيسها شيء لا يوصف. تدرون ليش؟ لأن دول الخليج ومصر أبادوا هجوم المغول من الإخوان المسلمين، وانتهوا الإخوان المسلمين على أسوار مصر الحضارة. أخي السوداني الإخوانشي، وأنا لا أتكلم عن الشعب السوداني أكررها للمرة الثانية، إنما أتكلم عن هذا السوداني الإخوانشي. أذكرك يا الحبيب يا اللي تهاجم مصر أيام الملكية، كان يسمون الملك فؤاد والملك فاروق ملك مصر والسودان. ملك شنو؟ مصر والسودان، وكانت السودان تتبع مصر، وكانت دولة واحدة مصر والسودان، وشوفها في الافلام العربية. فتطلع يا اخي الاخوانشي تحمل هذا الحقد اللي كان حلم السودان انهم ياخذون بعض المناطق من السودان من مصر وتنضم، لان مرسي عياط كان مقسمها نص سيناء تروح حق الحمساوية الحماس وربع غزة ياخذون سيناء الطاهرة من مصر العربية، وتحت ياخذونها السودانيين ويكملون عليها. فاقول لهذا الاخوانشي والله عيب عليك انك تشتم مصر، بس مصر فوق وانت يا الاخوانشي تحت مرتزقين. فوتوا لي البداية ده أنا ما عاوز أفوتوا لي البداية كلها، فوتوها ما عاوز بداية أنا، بس عاوز أبدأ من وين؟ من الملك والسودان كانت واحدة، مصر والسودان كانت، منو قال لك كانت واحدة يا حيوان يا غبي؟ منو قال لك كانت واحدة؟ أنت عارف تاريخ، عارف شنو أنت؟ تعرف وين لاقيت أنت أساسا؟ وين درستها؟ تعال نحن نعلموك التاريخ، تعال نحن نعلموك التاريخ. الشيء النقطة الثانية اللي تكلمت عنها إنه قسموا مصر، أنت شو دخلك في مشكلة مصر والسودان؟ ليش دخلك؟ ليه ما تكلمت عن تيران والصنافير؟ ليه ما تكلمت عنها ليه ما تكلمت عنها؟ يا مرتشي تعال اشتغل لنا معرض، تمر الجزم دي، تمر لنا جزمنا دي، بنعطيك دولار، بنعطيك اي شيء. هاي تعال اشتغل لنا نحن. نوريك التاريخ بيبدا من هنا. التاريخ بيبدا من احتلال العراق للكويت 2 اغسطس 1990. هنا بيبدا التاريخ، لو مذاكر تاريخ بيبدا التاريخ من هنا، صح ولا مو صح؟ بيبدا من هنا. الشيء الثاني، النقطة اللي بيتكلم عنها عن حلب ده أكبر من دولتك يا غبي يا حمار يا زفت. اللي بيتكلم عنها ده أكبر من دولتك. أنت عارف مساحة دولتك كم؟ 17820. دي مساحة حلب وشلاتين 20000 أكبر من دولتك يا غبي يا معفن. أصلك والله شفت أنت والنمو يا أخي أنت. أنا والله لو كنت رئيس الدولة أجيبك والله، لما جابوا كلام سحبت على الكويت في ربع ساعة، مش خلي صدام. نمسحها نحن المرة هذه، مسح زفت يا كلب الراس. اصلا نوعيتك دي بس تستاهل. انا ليش الشعب الكويتي بخليك تتكلم انت؟ ليه؟ لو ده اعلام الشعب الكويتي معناته الشعب الكويتي خلينا نتكلم. الشعب الكويتي رجاء محاسبة مثل هؤلاء الجرذان، رجاء محاسبة مثل هذه الجرذان، محاسبتها ودنا لو نحن، او انا لو كنت، يا ريت لو كنت انا حاكم السودان يا غبي. تكلم عن مرتزقة يا